يا مساء الجمال. فيلمنا بيبدأ بالبنت دي واسمها كايا، وبنشوفها وهي بتحضر الفطار لأخوها، وبنعرف إن مامتها ماتت من فترة قريبة جدا، ومن ساعتها وهي اللي بتهتم بأخوها، والاتنين بيكونوا عايشين مع باباهم، والراجل بيبقى متأثر جدا بموت مراته. المهم كايا بتعرف باباها إنها هتقابل تيس صاحبتها، وبتقوله إنها حضرت له الفطار، وبعد شوية بتروح تقابل تيس. وقتها تيس بتلاقي باباها بيتصل بيها، لكن هي بتخاف ترد عليه عشان ما قالتلوش إنها هتبعد عن المدينة، ولو عرف هيشلوحها. وبتعرف كايا انها هتظبطها مع زندر صاحب جوليان، وبتطلب منها تفك كده وتنبسط وتتعرف على الواد يمكن يعجبها. كايا سألتها انت اتعرفتي عليهم فين؟ فالتانية قالت لها انها شافتهم في حفلة على الشط وشقطت واحد منهم، وبتقول لها انهم مجانين ورايحة منهم على الاخر، وبيحبوا يصوروا فيديوهات وهم بيعملوا حركات مجنونة في المية، وجنانهم ده اللي خلاها تعجب بيهم، وبتاخدها وبتدخل تتعرف عليهم. ساعتها كايا بتتفاجئ انهم ناويين يطلعوا رحلة لجزر البهاما، فبتعتذر وبتقول لهم انها مش هتقدر تطلع معاهم عشان هي اللي بتاخد بالها من اخوها الصغير ومش هينفع تتأخر عليه. فزندر طمنها وقال لها انهم اصلا هيرجعوا قبل غروب الشمس، وكمان تيس بتفضل تتحايل عليها لحد ما بتوافق. فبتطلع كايا تكلم اخوها عشان تطمن عليه، وبتقول له انها سايبه له العشاء في التلاجة ومش هتتأخر. وبعد ما قفلت تيس قالت لها انت بقالك فترة مضغوطة ومحتاجة تغيري جو، واخوك يعني مش هيحصل له حاجة لما يقعد كام ساعة لوحده. وبتطلع صورتين وبتديها واحدة منهم، وبعدها بيغيروا هدومهم عشان يبدأوا رحلتهم، وكل واحدة في البنات اتشعبطت ورا واحد من الشباب وهي موتوسيكلاتك يا هولندا لحد ما بيوصلوا الجزيرة، وكل اتنين بياخدوا ركن وبيقعدوا يحبوا في بعض. وزندر كان بيعطف ويلطف وعايز يعرف اذا كانت قايم صاحبه ولا لا، فسألها هي الاسوره دي من حبيبي؟ قالت له لا انا واخداها من تيس، اصل احنا اصحاب من ايام الطفوله واكتر من الاخوات وكمان مع بعض في الجامعه. والكلام جاب بعضه، وحكيت له ان مامتها ميته بقالها سنه، ومن ساعتها لا بتخرج ولا بتتفسح عشان هي اللي بتربي اخوها الصغير، وان باباها زي قلته يعني وجوده زي عدمه. فزندر لما لقى الموضوع هيغمق والكلام هيقلب بنكد ويقلب المواجع، اخدها ونظروا يبلبطوا في الميه مع اصحابهم، والموضوع اتطور بينهم على الاخر. وكايا عملت بنصيحه صاحبتها وشبطت في الواد. وهم راجعين على المدينة زندر كان سايق دنجة دنجة وهيمن في حب كايا، لكن جوليان كان مفكر نفسه توم كروز والسايق بسرعة رهيبة وعمال يكروز في المية، وفي ثانية إلا ثانية بياخد مطب مائي وبيتقلب هو وتيس، والبنت يا عيني بتاخد خبطة في جنبها وهو عمال يضحك وفرحان بسنينه ولا كأن حصل حاجة. في نفس الوقت زندر كان هيمن في حب كايا ومش معانا في الفيلم أصلا، وهوب بيخبط دماغ صاحبه ويتقلب هو كمان. ولما بتطلع كايا من تحت المية بتلاقي تيس صاحبتها تعبانة وبتتألم، والموتوسيكلات اللي كانوا راكبينها غرقت، والاتنين كانوا قلقانين جدا على الشباب. وبعد شوية كايا بتشوف زندر عايم على وش المية مغمى عليه وما بيتحركش، اما جوليان ما كانش باين له اثر، وبيفضلوا على الوضع ده حبه حلوين، واسماك القرش بدات تلف حواليهم لحد ما بيشوفوا مركب، فبيفضلوا ينادوا عليها ويشاوروا لحد ما اخينا ده بيشوفهم ويقرب منهم، والتلاته بيطلعوا على المركب. وزندر كان متصاب اصابه جامده. ساعتها كايا بتقول لصاحب المركب على اللي حصل معاهم، وبتعرفه ان كان معاهم واحد رابع بس هم مش لاقيينه، فبيقول لهم انه هيطلب المساعده، لكنه كان بيتصرف بطريقه غريبه وعمال يراقبهم. وقتها زندر بيكون تعبان جدا، فتيس بتقول لكايا تفضل جنبه وهي هتنزل تدور على اي حاجه تساعده بيها، لكنها بتتأخر. فكايا بتنزل تدور عليها بس ما بتلاقيهاش، ولما سألت صاحب المركب بيعرفها انها في الحمام. وبعد كده بيفضل يديها محاضرة عن البحر وغدره، وانه لا كان سمك القرش عملهم بفتيك. فكايا بتشكره على اللي هو عمله معاهم، وبتعرف ان اسمه راي، وبتسأله هيتحركوا امتى لان زندر حالته صعبة ومش هيتحمل اكتر من كده. فقال لها انه هيعمل له اسعافات اوليه لحد ما يوصلوا الشط، وفجاه بيقرب منها وبيشممها منوم، فالبنت بتحاول تقاوم لحد ما بيغمى عليها، وبعد كده بينزلها وبيقفل عليها وبيتحرك بالمركب. وزندر كان شايف الفيلم اللي بيحصل ده بس ما كانش قادر يعمل حاجه. المهم كايا لما بتفوق بتلاقي نفسها محبوسه هي وتيس في اوضه والباب مقفول عليهم من بره، فبتحاول تدور على اي مخرج لكن من غير فايده، والاتنين بيشوفوا كلمه هيلب محفوره في الخشب، معنى كده انهم مش اول حد يتحبس في المكان ده. وبعد شويه بيلاقوا راي بيفتح الباب وبينزل لهم اكل وبيقول لهم ياكلوا. كايا سالته انت هتعمل فينا ايه، لكنه ما بيردش عليها. ساعتها كايا اترجته وقالت له ان اخوها الصغير مريض سكر وقاعد لوحده.
رد عليها وقال لها انا مش عايز رغي كتير، قولي وانت ساكته. فقالت له طب الاتنين اللي معايا تعبانين ومحتاجين دكتور. فقال لها ان الدكتور جاي في السكه. فحاولت تطلع على السلم وتهرب. ساعتها راي بيتحول عليها وفضل يزعق لها ويقول لها تسمع كلامه والا هيعمل معاها جلاشه. ولما بتكتر في الكلام بياخد منها الاكل وبيقول لها ان طول ما هم هنا على المركب بتاعته يلتزموا بالقواعد، ولو ما التزموش بيها اول مره هيحرمهم من الاكل، ولو اتكررت هيحرمهم من الميه، والتالتة بقى هتبقى تابتة ويخلص عليهم. وبيقفل عليها الباب تاني. فبتقعد تعيط هي وتس وبيلعنوا اليوم اللي طلعوا فيه الرحله دي. بعدها بشويه كايا بتسمع صوت مركب بتقرب وبيوصل الدكتور اللي تبع راي وبيكشف الاول على زندر وبيساله ايه اللي حصل له. فراي عرفه انه وقع من على موتوسيكل الميه. وبعدها بينزل للبنتين وبيكشف على تس. وقتها كايا ما كانتش فاهمه اللي بيحصل وعماله تبص لراي بصه كلها غل. فالتاني طلع السكينه بتاعته وقال لها ايه عايزه تاخديها. ولما الدكتور بيخلص الاتنين بيطلعوا فوق والدكتور بيقوله ان كايا دي بنت شرسه وعايز يحتفظ بيها، وبيقلع الساعه والخاتم وبيديله كل الفلوس اللي معاه. وتقريبا شغالين في قطع غير البني ادمين. وبيعرفوا ان في محامي غني جدا بنته تعبانه ومستعد يدفع اي ثمن بس يلاقي العضو اللي هي محتاجاه، وقال له انه هيبعت له دفعه تانية لما يقبض من المحامي. وبيطلع لزندر عشان ياخد منه اللي هو عايزه. في نفس الوقت البنتين كانوا هيموتوا من الرعب. وكايا بتطلع على السلم وبتشوف اللي الدكتور بيعمله في صاحبهم وبتفضل تصرخ وتنده عليه، لكن للاسف كان خلاص زندر مات. وبتقعد جنب صاحبتها وهما الاتنين بيندبوا حظهم المنيل. فتس بتقول لها حقك عليا، كل اللي بيحصل ده بسببي، انا اللي جبتك معايا واتحايلت عليكي. كايا قالت لها بعد ايه يا اختي، ما خلاص هيشوحونا، ادي اخرة السرمحه وقله الادب. فبتلاحظ حديده واقعه على المرتبه وبتاخدها وبتحاول تفتح المخرج اللي فوقها. في الوقت ده كانوا لفوا زندر لفه هدايا ورموه في البحر. والدكتور بيقول لراي انهم بينقذوا ارواح اهم من الارواح دي، دول كده كده كانوا هيموتوا في البحر. وبعد شويه بينزلوا للبنات وبياخدوا تس. وكايا بتفضل تصرخ وبتشدها منهم، لكن راي بيمسكها وبيقول لها اهدي كده يا حلوه وما تقلقيش الدور الجاي عليكي، وبيديها يد كومها في مكانها. ولما بتفوق بتقوم تفتح الباب وكان خلاص الليل ليل وهي كانت لسه بتعافر، وفعلا بتقدر تفتح الباب وبتطلع وبتدخل جري على الكابينه وبتحاول تبعت رساله استغاثه، لكن بتحس ان في حد جاي عليها فبتستخبى بسرعه. وبيطلع راي وبيشغل اغاني بصوت عالي. فكاي بتتسحب وبتدخل المطبخ وبتاخد سكينه. وقتها بتشوف المسدس اللي بيصطادوا بيه السمك فبتاخده عشان تنقذ صاحبتها. وبتدخل على الدكتور ومحدش كان حاسس بيها من صوت الاغاني العاليه وبتقول له يسيب صاحبتها. فالتاني وقف مكانه بكل برود وقال لها لا، وطبعا هو مفكرها بتهوش ومش هتضربه، وهوب بتديله سهم في بطنه فوقع على الارض وبدأ يطلع في الروح. وبتقدر تفك تس وبتنقذها من ايديهم. وبعدها راي بيدخل ولما بيشوف الدكتور ميت بيفهم ان البنات هربت، فبياخد الكشاف وبيفضل يدور عليهم في الميه وكمان على المركب. فبيشوفهم هم في الميه بيحاولوا يهربوا، وكانت تس فوق عوامه عشان ما كانتش قادره تتحرك، وطلبت من كايا تسيبها وتروح لمركب الدكتور. بس كايا بترفض وبتقول لها انها مش هتسيبها. تس قالت لها يا بنتي مفيش وقت، روحي قبل ما راي يوصل. واللي عملت حسابه حصل، وراي بيفتح الانوار عشان يروح لهم. بس كايا كانت محضره له مفاجاه، وهي انها عطلت المركب قبل ما تهرب. مش بس كده، ده بيلاقي كل الاسلاك مقطوعه، يعني مش هيتحرك من مكانه. اما كايا كانت لسه بتعوم وبتقدر توصل للمركب بتاعه الدكتور، وبتدخل للكابينة وبتتكلم في اللاسلكي عشان تطلب المساعدة. وفي الأول ما كانش حد عارف يتواصل معاها، وبتفضل تحاول لحد ما بتسمع رد وبتطلب المساعدة وبتعرفهم إن صاحبتها مصابة، فبيطلبوا منها تحدد موقعها. بس صاحبتنا كانت ضربة لخمة ومش فاهمة أي حاجة في أي حاجة، فبيقولوا لها تدور على مسدس الشعلة، أكيد يعني هتلاقيه في المركب أو هتلاقي جهاز في شبكة طوارئ عالمية. ولسه بتدور بتلاقي قدامها لابتوب مفتوح وعليه صور بنات كتير وكانوا بيبيعوهم في مزاد. وكانت الصدمة لما بتشوف صورتها هي كمان، فبتخاف وبتفضل تدور على مسدس الشعلة لحد ما بتلاقيه. فبتعرفهم انها لقيته، بس المشكلة انه مش هيبان غير السفن القريبة منها، ولازم تلاقي المنارة عشان يحددوا موقعهم. والبنت بتفضل تدور لحد ما بتلاقيها، فالشرطية بتقول لها انها لازم توقع المنارة في المية عشان تشتغل وتحدد مكانها. ولسه هتطلع بره عشان ترميها بتحس ان في حد على المركب، فبتخاف وبترجع بالراحة من غير ما تعمل صوت. وبتشوف راي تحت على المركب وبيدور عليها، بس هي بتطلع من الناحية التانية وكانت مرعوبة. وأول ما لفت بيمسك إيديها وبيضربها بالسكينة وبيوقعها على الأرض. وقبل ما يمشي كايا بترفع إيديها وكأنها عايزة تقول له حاجة، والتاني زي اللهبل قرب عليها وهوب بتضرب الشعلة في بقه. وفضلت تقرب من المنارة عشان ترميها في المية تاني، ولما جت تحدفها ما نزلتش في المية،
بس المؤلف كان ليه رأي تاني وقال يعني الموج هز المركب والمنارة بتقع وبتشتغل. ولما النهار طلع بنشوف الشرطة وهي رايحة على مكان المركب وبيطلعوا يشوفوا كايا واقعة على الأرض بس كانت لسه عايشة، وراي مرمي هو كمان بس كان خلاص مات. وكمان الطيارة بتشوف تيس وهي في المية وبياخدوها وكانت برضه لسه عايشة، وبيرجعوا هما الاتنين على المدينة وبابا كايا بيشوفها وبيجري عليها واخوها بيقف جنبها وبيقول لها انها وحشته وانه بيحبها. ولما تيس بتوصل بعدها بتشوفها وهي في عربية الإسعاف وبتبتسم لما بتعرف انها كويسة. وكده تخلص الرحلة المنيلة دي. ما تنساش اللايك والشير والاشتراك عشان يوصلك كل جديد.